المقصود يعني هؤلاء عندهم هذا العيد، عيد الحب، فلما نحن نقدم هدايا في مثل هذا نحتفل معهم. لا يجوز، يعني لا يجوز المشاركة في مثل هذه الأعياد الوثنية. حقيقة تبي تهدي له هدية، الحمد لله السنة طويلة عندك، يعني ما في الا اليوم. ده كده يا قلب اخوك لازم تبقى عارف واخد بالك ان معظم الحاجات اللي بيدعمها الناس وخاصه الغرب بيساعدوا كتير في انتشارها وان الناس تعترف بيها وتحتفل بيها، لازم وفي الاغلب يعني بيبقى وراها الفلوس بتبقى داخله في الموضوع بشكل جامد. يعني اقرب مثال مثلا واللي منتشر في الفتره الحاليه هم يعني جماعات الالوان، وانت فاهم انا قصدي ايه. وانت يعني مش واخد بالك ايه القصه وليه الغرب بيدعموهم قوي كده. فمن زمان قوي واوروبا كانت بتطرد الناس دي وما كانتش بتعترف بيهم، ولكن لانهم شكلوا جماعات كتيره وعدد كبيره من الناس، بدات الشركات والمؤسسات الكبيره والمطاعم وغيرها تدعم الفئه دي من الناس، لانهم ضامنين ان عدد كبير جدا من الناس هيدخلوا لهم فلوس، وما دام هيشوفوا عليهم ان هم بيدعموا الفئه ديت فخلاص انا هعتمد. فاذا في فلوس داخله المكان ده وش يعني مفيش كلام. فالغرب يا معلم بقى بيدعموهم جدا، فلوس يا بقى ارباح وعب يا معلم. تلاقي اعياد برضو تانية زي الهالوين بيتم فيها انفاق فلوس كتير جدا، فالغرب بيدعمها جدا ويدعم الاحتفال بيها. منهم برضو موضوعنا النهارده وهو الفالنتاين، وقد ايه الغرب بيدعم الفكره دي جدا وان يتم الاحتفال باليوم ده. طبعا الخلفيه التاريخيه للموضوع ده انا هحكيها لك، ولكن يعني بعيد عن الموضوع ده فمن ناحيه البيزنس والفلوس فهم يعني بيحبوا اليوم ده جدا. يعني في عام 2020 يعتبر الفالنتاين هو تاني اعلى انفاق سنوي في السنه دي، فالموضوع شكله بيجيب فلوس حلوه، فاحنا هندعمه باي شكل. الغرب في الفلوس يعني بص ما يعرفوش ابوهم. فانت بس خلي الفكره دي كده في دماغك لما تلاقيهم بيدعموا حاجه معينه او حركه معينه، فاعرف ان البيزنس لاعب لعبته. ماشي، ايه بقى يا عم يوسف قصه يوم الفالنتاين او عيد الحب؟ 6 قرون قبل الميلاد وقبل انشاء الامبراطوريه الرومانيه كان في ملك اسمه اموليوس. معلش بس عشان الاسماء اللي جايه كلها على نفس اللهجه، اموليوس ومش عارف اوليوس وحاجات كده نفس الشكل، يعني لو النطق ما تدققش معايا قوي برضه يعني معظمهم اسماء ايطالي، وانت عارف ان انا في الايطاليه يعني مش هننسى حلقه ديروسي. لو انت ما سمعتش حلقه ديروسي بالمناسبه، لو انت ما سمعتش حلقه ديروسي فيعني هتلاقي لينك البلاي ليست تحت في الديسكربشن، ممكن ترجع وتشوفها وتروق عليها هناك بقى. المهم ان اموليوس كان ملك بيحكم منطقه اللي هي تعتبر ايطاليا حاليا، ما كانش اسمها ايطاليا وقتها ولكن يعني هي نفس المنطقه دلوقتي. اموليوس ده ما كانش يختلف كتير عن الملوك اللي كانوا بيمسكوا المنطقه، يعني كان ملك بيعبد التماثيل اللي هم الاصنام، يعني كان ملك متجبر طاغي يعني بيحكم بقى بيعمل اللي هو عايزه، كل حاجه على مزاجه. كان الملك ساعتها في ايطاليا كان بيتم الانتقال عن طريق الوراثه، يعني الاب هو الملك فالابن بعدها هو اللي يملك وبعد كده ابنه هو اللي يملك وهكذا. وفي يوم من الايام كان اموليوس يعني بيمارس هوايه كده من هواياته المفضله، ان هو كان بيجيب احد البنات ويعني فاهم بيغتصبها. الملك بعد ما خلص يعني الدنيا بتاعته وكده كان فاكر ان الموضوع هيعدي عادي، اي بنت كان بيعمل معاها كده الموضوع وخلاص، ولكن يعني يشاء ربك ان الموضوع ما يعديش عادي كده، والبنت دي وتحمل في ولدين. وخلي بالك من هما ولدين، فاهم، ولدين مش بنتين، ولدين من الملك، يعني الاثنين دول هيورثوا خلاص، الموضوع منتهي ما فيهاش. الملك طبعا لما سمع الخبر انزعج جدا، مش فكره ان في ولاد هيجي ياخدوا منه الحكم، لا، ان الولاد دول يعني جم عن طريق الزنا. انت تقول لي طب يا معلم ما هو السبب، هو اللي عمل كده بمزاجه. ايوه ما هو عارف، بس يعني هو ملك طاغي، يعني ماليش دعوه، انا عايز ابني يكون زوجه انا اللي متجوزها ومعترف بيها، انما دول اولاد غير معترف بيهم. تولع الست ولولع الولاد مش مهم، المهم انا مكانتي قدام الناس. طبعا الملك جاب البنت دي وجاب الولدين لسه صغيرين كده، يعني دوبك لسه بيرضعوا اصلا، وامر احد من الجنود ان هو ياخد الولدين دول ويرميهم في النهر، يغرقهم بقى يموتهم، وخلاص كان قرار نهائي والموضوع منتهي معاه. فجه احد الجنود وخد الولدين بقى خلاص ان هو هيروح يغرقهم في النهر. بس الراجل لما شاف الولدين يعني سبحان الله كده الرحمه دخلت قلبه، شاف طفلين صغيرين، يعني حاجه تخليك ان انت الرحمه تخش قلبك طبعا. اذا بهم الولدين دول ان انت تروح تموتهم يعني من غلطه ملك. بس الراجل كان في موقف يعني شديد الصعوبه، يا اما انت تغرقهم يا اما انت تموت، بس يعني اوامر الملك معناها الموت او بقى التعذيب لحد الموت، فيعني انت اختار بقى، موضوع سيء من كل النواحي. تاني يوم الراجل قام واخد الولدين وفي طريقه لحد النهر عشان يغرقهم، وهو في الطريق كان عمال يفكر يعني ايه الموضوع، ايه الحاجه اللي يعملها بحيث انه يعمل حاجتين في نفس الوقت، يعني ينقذ الطفلين وفي نفس الوقت يعني يكون ايه موتهم برضو، يعني عمل الاثنين. دماغه بقى عماله توديه وتجيبه مش عارف يعمل ايه، وهو فعلا مش عايز يموت الطفلين، يعني حاجه في شده الصعوبه. المهم الراجل وهو بيتمشى طريقه لحد النهر لقى سله او سبت كده يعني موجود على جنب النهر. فالراجل هنا جات له فكره، قال لك يا معلم طب بص انا هحط الطفلين دول في السله واغطيهم واقفل عليهم يعني واسيبهم في النهر، والله ماتوا ده قدرهم مكتوب لهم ان هم يموتوا، ما ماتوش يبقى انا برضو عملت اللي عليا وتخلصت منهم، وبشكل ما يعني ارضيت ضميري الى حد ما، سبت الموضوع للقدر بقى، مكتوب لهم يعيشوا تمام يموتوا وخلاص. بالفعل الراجل عمل كده وحط طفلين في السله وسابهم في النهر. طبعا الطفلين هنا بقوا بين ايدين ربنا، كانت السله
سله ماشيه مع مجرى النهر والتانيه ماشيه يومين 3 لحد ما السله اتعلقت بغصن شجر، يعني بيبقى اللي هو غصون الشجره بتبقى نازله في الميه دي. ووقفت السله دي عند منطقه تسمى تل بلاتم وتنتها متشعلقه فيها كده. الطفلين فيها عمالين يصرخوا من الجوع من اللي هم فيه، بقالهم يوم كامل ما اكلوش، وقعدوا يوم كمان من طول الليل لحد الصبح بيعيطوا بس، لحد ما كان في، ويعني خلي بالك معايا يا باشا عشان الموضوع ده يعني ممكن تحسوا ان هو اسطوره شويه، ولكن دي القصه يعني حسب بحثي اللي عرفتها. كان في ذئبه بتتجول في المنطقه ديت، والذئبه دي كانت لسه والده، فيعني بقى ايه هرمونات الامومه بقى والبرولاكتين العالي بقى، كانت بترضع اطفالها. فالذئبه دي سمعت صوت الطفلين دول وهم بيعيطوا، راحت على حافه النهر ويعني اكتشفت، بدات تبص كده في البتاع السله دي فيها ايه، لقت ان هما طفلين ومش هيأذوها مش هيعملوا لها حاجه. فاخدت الطفلين دول وبدات بشكل ما ترضعهم مع بقيه الذئاب الاطفال الصغيرين، متنين على الحال ده لحد ما الاطفال يعني ايه بداوا ان هم قادرين يمشوا ويقفوا واشتد عودهم كده وصلبهم. وتروح الايام وتيجي ايام لحد ما راعي غنم كان موجود في المنطقه دي كان بيتجول بياكل الغنم بتاعه، شاف الطفلين دول، شاف ان هم يعني ما لهمش اهل ما لهمش عيله ما حدش يعرفهم، قال ياخدهم ويتبناهم ويربيهم. الطفلين فضلوا معاه لحد ما كبروا وتعلموا منه التجاره ورعايه الغنم، بقوا من اكبر التجار الموجودين في المنطقه. والراجل حكى لهم عن القصه بتاعتهم دي ان هو لقاهم مع ذئبه كانت بترضعهم وكده، فيعني الولاد حسوا كده باللي هو اللي فاهم الفخر كده اللي هو يعني راضع من ذئبه، مش عارف، حاسس الموضوع مهين بشكل ما او يضحك، لكن هم كانوا شايفين الموضوع يعني اسطوري قوي وحاجه يعني جامده جدا. المهم ان الطفلين دول بقى بعد ما خلاص بقى كبروا وبقى شباب بقى واقوياء وكده، قرروا ان هم يرجعوا على الكهف اللي الراجل لقاهم فيه ويدوروا على الذئبه ديت بشكل ما، كان بقى يجيبوا لها اكل يجيبوا لها حاجه فاهم يربوها، يعني دي اللي رضعتهم. وبالفعل لقوا الذئبه ديت وقرروا ان هم يعملوا لنا حاجه زي قربان كده، يجيبوا لها حاجه يعني فاهم تتغذى منها، فقرروا ان هم هيذبحوا خروف وهيجيبوه للذئبه دي. الكهف ده كان اسمه ليبريكال، هو كهف بلغتهم مش عارف بقى اللي هي الايطاليه ولا ايه، بس يعني اسمها ليبريكال. وعملوا حوار ان هم يروحوا للذئبه دي ويجيبوا لها قربان وكده كطقوس عندهم، بيعملوها في شهر فبراير، خاصه يوم 14 فبراير. طبعا الاثنين دول نتيجه ان هم يعني مش بيعبدوا الهه معينه، واغلب الملوك او اللي كانوا بيحكموا المنطقه دي في الاوقات ديت يعني كانوا بيبقوا من عباده التماثيل او الاصنام الوثنيين يعني، فبالتالي هم ما كانوش بيعبدوا اله معين. فبداوا ان هم بفتره مع الثانيه يطوروا الطقوس دي اكتر لحد ما عملوا تمثال للذئبه ديت، ليه تمثال كده وتحتيه اطفال بيرضعوا منه، وايوه اللي هي موجوده على شعار نادي روما الايطالي. والتمثال ده بقى اصبح اله بالنسبه لهم، يعني نسبه للذئبه دي فاصبحت اله بالنسبه لهم، طوروا طقوس ليها ويتعبدوا ليها وكده. وبعد فتره طويله الاثنين دول بقى اصبحوا من اكبر التجار في البلاد واسسوا الدوله الرومانيه. قصتهم اشتهرت جدا بين الناس، وخاصه ان هي قصه خرافيه كده ويعني كاتشي قوي الناس انها تتعلق بيها. اثنين رضعتهم ذئبه فبقوا اسسوا الدوله الرومانيه وبقوا قويه وتجار كبار حاجات كده، يعني قصه تشد اي حد يعني. فالناس كانوا مبهورين بيهم جدا، وهم كل ما كانوا بيبقوا اقوى اكتر كانوا بيحاولوا يرسخوا الطقوس بتاعتهم دي اكتر في الدوله. الطقوس اتطورت واتثبتت في يوم 14 فبراير. الطقوس يا معلم كانت كالتالي: اول حاجه ان هم بيجيبوا خروفين بيذبحوهم في اليوم ده وزودوا معاها، يعني كان الاول بيجيبوا خروفين الذئبه زودوا معاها كلب. تقول لي ايه قصه الكلب في الحوار يعني؟ والله مش عارف، بس يعني مش هنسيب كل ده وان هم اصلا بيعبدوا صنم وهنفكر بقى هم ليه جابوا كلب او ما جابوش كلب، يعني بيفتوا من دماغهم. في حاجه بيعملوا صناديق، الصناديق دي بيحطوا فيها اسماء كل البنات اللي موجوده في المنطقه. في بنت موجوده في المنطقه اسمها في ورقه وبيتحط في الصندوق ده. وفي يوم 14 فبراير ده بيتم اختيار بنت من البنات الموجوده في القريه، طريق القرعه يعني، هم بيختاروا ورقه ويشوفوا اسم البنت ديت. البنات دول بيتم اغتصابهم وجلدهم، حاجه في منتهى الساديه والله، ربنا يرحمنا، الحمد لله ان احنا مسلمين والله. وتالت حاجه ان دماء الخرفان اللي هم ذبحوها ديت بيستحموا بيها، بيبقوا عريانين تماما. والبنات دول برضو لما بيعذبوا او كده يعني بيبقوا عريانين برضو، حاجه في منتهى القذاره. اضرب بقى الموضوع ده مش في اتنين بس، خلاص بقى هم ملوك روما بقى، في ناس كتير بتعمل نفس الطقوس دي معاهم. فالمنطقه اللي موجودين فيها ديت يوم 14 فبراير بتبقى مليانه بقى بالدماء الخرفان، ويعني في كل مكان بتبقى المنطقه كلها لونها احمر. خلي بالك انت مع اللون الاحمر ده فاهم، عشان هربطها لك قدام باليوم الفالنتين. بعد فتره ارسل الله عيسى عليه السلام اللي جاء بالديانه المسيحيه، وبعد فتره من وفاه عيسى عليه السلام بعد تقريبا 3 قرون بالتحديد 268 270 ميلاديا، كانت الدوله الرومانيه تحت حكم الوثنيين. الوثنيين دول هم بيعبدوا الاصنام. كان ملك الدوله الرومانيه ساعتها الملك كلاوديوس الثاني، كان برضو زي ما قلت لك ما يختلفش عن اي ملك، كان طاغي ومتجبر وكل الصفات اللي انت عارفها دي. ولكن كان الملك ده بالاخص بيحب الحروب جدا، وبيحب ان هو يوسع دولته، يقعد يحتل دول ويوسع اكبر في الامبراطوريه بتاعته، لدرجه انه كان بيلقب بقاهر القوط. الراجل ده قرر ان هو يعني يعمل اختبار كده بالنسبه للجيش بتاعه، كان عايز يعرف مين الاقوى، هل الجنود العزاب ولا المتجوزين. طبعا يعني الاختبار كان بيطلع ان العزاب اقوى طبعا. الفكره ان الجنود المتجوزين ما بيبقاش عندهم دافع، بل بيبقى عندهم خوف
اكتر في الحروب، ان هم يموتوا فيبعدوا عن اطفالهم ومراتاتهم وعيلتهم، وان هم برضو لما يموتوا هيسيبوهم لوحدهم هيعملوا ايه. فكان بيبقى عندهم خوف من الناحيه دي قوي، مش عندهم الدافع القوي اللي يخليهم يعني يخشوا الحرب يموتوا، ما عندهمش مشكله، هم اصلا مش بيعبدوا اله، على عكس العزاب بقى اللي كان ما عندهمش حاجه يخسروها، ولا كاكا لا ليه اهل ولا ليه اي حد، فيعني خلاص اموت عادي مفيش مشكله. فقال لك بقى يا معلم ايه، الملك راح مقرر قرار ذكي جدا بوجهه نظره يعني، وقال لك انا امنع الزواج بالنسبه للجنود. طبعا ده قرار غلط جدا، انت هنا بتمنع حاجه في فطره البني ادم، الزواج ده فطره يعني عندنا كلنا لازم، دي سنه الحياه اللي هنتجوز، ربنا يقدرنا يعني، انا عارف ان الظروف في الوقت الحالي ما تسمحش، بس دي فطره، فكونك بتمنع الفطره دي من البني ادم انت كده بتموته بالحياه حرفيا، خاصه ان حتى الجنود العزاب كانوا هو بيقاتلوا في الحروب وكده جامد عشان يعني يعجبوا البنات، ويعني كام بنت كده فيتجوزوا، هو يعني هو مش عازب وخلاص وبيحارب كده يعني على الله، لا برضه بيبقى عنده اهداف وطموحات. ولكن الملك قرر بالقرار ده ومنع الزواج تماما على اساس ان الجنود بتاعه يبقى اقوى وكده وهيحتل بدول اكتر. بس في الفتره دي ظهر قسيس موجود هناك في الدوله، كان القسيس فالنتين بقى يا معلم قال لك ايه، قال لك ان هو هيتجوز الجنود في السر، يعني اي جندي عايز يتجوز او كده بيروح لفالنتين ده، فالنتين ده بيجوزه سر كده محدش يعرف بالموضوع. فالناس حبته جدا واتعلقت بيه جدا. الفكره بقى ان يعني ما عندهاش كتير، واتعرف ان فالنتين هو اللي بيجوز الجنود، تسرب كان للملك شويه معلومات، فعلى طول الملك امر بحبس فالنتين، وعلى طول ما طولش معاه كتير امر باعدامه، وتم اعدامه في يوم ايه، يوم 14 فبراير. ولكن الملك على عكس ما كان متوقع، شعب قابل الخبر ده بهجوم شديد عليه، ازاي انت تقتل فالنتين وكده، وعملوا اليوم اللي اعدم فيه فالنتين يوم احتفال خاص ليهم اللي هو يوم 14 فبراير. واللي كان في نفس اليوم مين تاني بيحتفلوا بالظبط، الله ينور عليك، الوثنيين، الناس اللي كانوا عاملين تمثال للذئبه اللي كانت بترضع اولاد وكده، وبيعملوا نفس الطقوس بتاعتهم بقى اللي هم يذبحوا خرفان وبتاع ويغرقوا نفسهم دم وكده. فكان المسيحيين بيحتفلوا بالقسيس فالنتين، والوثنيين بيحتفلوا بالعيد بتاعهم، ده تمام مع ده وما يعني مفيش مشاكل، لحد ما جينا في سنه 286 ميلاديا رسميا المسيحيه بتتولى الحكم في الدوله، خلاص الحاكم بقى مسيحي، واغلب اللي موجودين في الدوله اعتنقوا الديانه المسيحيه، وبالتالي اغلب اللي كانوا موجودين في الدوله بيحتفلوا في يوم 14 فبراير بوفاه القسيس فالنتين تكريما له. الفكره اللي حصل ايه هنا بقى، واللي كون كل معالم وملامح يوم الفالنتين، هو الميكس اللي حصل ما بين المعتقدين او الطقوسين، ان في يوم 14 فبراير اغلب المسيحيين الموجودين في الدوله كانوا بيحتفلوا بوفاه فالنتين، في نفس الوقت الوثنيين اللي كانوا بيعبدوا الذئبه اللي انا قلت لك عليها كانوا بيعملوا الطقوس بتاعتهم، كانوا بيذبحوا خرفان، بيغرقوا نفسهم بالدم، يجيبوا بنات ويعملوا زي ما قلت لك، والمنطقه اغلبها بتبقى مليانه بالدم واللون الاحمر، فراحوا بقى عاملين الميكس ده ما بين الاثنين. ومعلومه كده بس على جنب عشان تبقى واخد بالك منها، الاله اللي كانوا بيعبدوها هي الذئبه ديت كانوا مسميينها اله الحب والخصوبه. طبعا انت فاهم ايه هي الخصوبه، اشمعنى بقى الاسم ده، لان يعني كان في الهه تانية كتير، في بقى اله الشمس، اله القمر، اله القوه، اله مش عارف ايه، كل واحد بقى يعني ليه تمثال وليه اله، هم كانوا مختار لها بقى الاسم ده، يعني ده حاجه خاصه بيها. لما جه حصل الميكس ده ما بين الاثنين، فالنتين كان بيتجوز الجنود وكده، قال خلاص احنا اليوم ده يوم 14 فبراير هيبقى يوم الحب، ارتبط الحب باللون الاحمر اثباتا ان هم كانوا بيذبحوا خرفان وبيغرقوا نفسهم بالدم، فيعني القريه والمنطقه كانت بتبقى اغلبها باللون الاحمر، فناخد الحلو من هنا على الحلو من هنا بقى فاهم، ونعمل لنا ميكس كده يوم لوحده. ظهر بقى يوم الفالنتين بكل طقوسه وبكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. وبس بقى يا معلم، شفت بقى انت بتحتفل بايه، شفت اللي انت بتحتفل بيه بيوم الحب او كذا زي ما انت فاكر، هو يوم عادي بجيب ورد وبتاع ويعني بننبسط. لو انت بتعترف باليوم ده فانت بتعترف بالتاريخ ده كله، كل اللي انا حكيته لك ده انت يعني معترف بيه. ولو انت يعني عايز يعني تهدي خطيبتك تهدي مراتك، ما جاتش يا عم على اليوم ده، يعني ما تبقاش ما تحبكهاش، اي يوم تاني بقى جيب لها ورده او جيب لها هديه اي حاجه، مش لازم ان انت يعني تعمل ده في اليوم ده. بس يا معلم هو ده الفيديو بتاعنا النهارده، قصه جديده من قصص سلسله شخصيات. شير الفيديو ده على قد ما تقدر عشان المعلومه توصل لناس كتير. وبس يا معلم لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب فعل الجرس عشان الفيديوهات ما منزلها. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.